لو صحيت الليلة تعبان ومرهق وحيلك ما شايلك وفكرت تسأل كم مختص من السبب، غالبا حتسمع إجابات مختلفة. في واحد حيقول لك غولون عصبي أو مثلا نقص فيتامينات، وبرضه ممكن تسمع إجابات زي أنت متوتر، حاول ارتاح، نوم كويس، أكل كويس، وفي النهاية بتحس إنك ما لقيت إجابة كافية ولا حتى حسيت بالعافية وتعبك لسه قاعد في محله. طيب يا جماعة، أنت ما عبارة عن قلب ولا معدة ولا هرمونات، انت كلهم مع بعض، وفي الغالب الإجابات دي بتحاول تعالج كل عرض براو، وفي نص الإجابات دي بتروح أهم إجابة، وهي إنه جسمك ما بيشتغل بالقطاعي. جسمك بيشتغل كنظام واحد، وكل الأجهزة والأعراض دي بتتواصل مع بعض. وبناء على المبدأ ده ظهر مفهوم طب نمط الحياة. بدل ما تبدأ تمسك عضو أو عرض واحد، بتبدأ بجسمك كله كنظام واحد. طب نمط الحياة بتعامل معاك كوحدة كاملة متكاملة، بيشوف نومك كيف، بتتحرك قدر شنو، وكيف تتعامل مع التوتر بتاعك، لأنه دي كلها أجزاء بتشكلك كنظام واحد متصل مع بعض. عشان كده في مجال طب نمط الحياة ما بنسأل شنو العضو المريض، لكن بنبدأ بسؤال مختلف: شنو القصة الكاملة ورا صحتك؟ وأهم حاجة عايزاك تتذكرها إنه طب نمط الحياة ما جاي ينافس باقي التخصصات، لكن هو علم جاي عشان يساعدنا نشوف العلاقة بين التخصصات دي كلها.